السلام عليكم ومرحبا بكم مع شهيوات نوفل. وصفتنا اليوم هي عبارة على بسطيلة بالدجاج تجي على هذا الشكل هذا، تجي رائعة وتجي لذيذة جدا. إلى عجبكم الفيديو لا تنسوا المشاركة في القناة شهيوات نوفل باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. تابعوني على صفحتي في الفيسبوك اسمها أيضا شهيوات نوفل، ونتلاقاو مع المقادير وطريقة التحضير. للمقادير غادي نحتاج ملعقتين كبار من البقدونس، ملعقة صغيرة من الكركم، فلفل أسود، زنجبيل، قرفة، ملح، سمن وشوية زعفران الحر، ملعقتين كبار من زيت الزيتون، 4 حبات بصل مقطعين على هذا الشكل هذا، كيلو دجاج وورقة البسطيلة. نبدأ على بركة الله. في وعاء نضيف زيت زيتون ثم الدجاج والبصل والتوابل كلها والبقدونس، ونخلط جميع العناصر مع بعضها. وغادي نضع ايضا 5 معالق كبار من الماء. ضعت الوعاء فوق النار على حرارة متوسطة ونتركه يتشحر لمدة 10 دقائق. عندي هنا 100 غرام من اللوز، وعندي هنا وعاء فيه الماء 150 مليلتر من الماء أو كوب ونصف، وغادي نضع فيه اللوز ونضعه فوق النار. بعد ما تشحروا جيدا عندي هنا كوب من الماء أو 100 مليلتر، غادي نضيفه ونتركه يطبخ لمدة 30 دقيقة على حرارة متوسطة. عندي هنا مقلاة فوق النار على حرارة متوسطة فيها زيت المائدة، والآن غادي نضيف فيها اللوز يتحمر أو يتحمص. والآن نتركه يبرد. بعد ما برد غادي نطحنه في خلاط كهربائي. بعد 40 دقيقة لحم الدجاج أصبح واجد. الآن غادي نزولو من المرق. والآن نترك المرق فوق النار على حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق حتى ما يبقاش لي المرق كثير. عندي هنا 5 حبات بيض، والآن غادي نضيف وحدة بوحدة ونخلط. عندي هنا اللوز اللي طحنت، عندي هنا ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة من السكر الخاشن أو سكر حبيبات، وغادي نضيف من فوق اللوز على هذا الشكل، ثم نخلط العناصر جيدا مع بعضها. عندي هنا الطبق اللي تيدخل في الفرن، عندي هنا زبدة مذوبة وغادي ندهن الطبق
نضع فيه ورقة البسطيلة على هذا الشكل، ندهنها بشويه ديال الزبده. بعد ما كملت نضع في الجوانب، الان غادي نضع واحده في الوسط وندهنها ايضا بالزبده. ثم غادي نضع الحشوه، طبق من البيض مع المرق، طبق من الدجاج لحم الدجاج، وطبق من اللوز مع السكر ومع القرفاء. ضفت الطبق الاخير اللي هو اللوز والقرفاء والسكر، والان غادي نضيف ورقه البسطيله على هذا الشكل. نضيف الزبده والان غادي نغلق عليها على هذا الشكل. نضيف شويه زبده الاخير غادي ندهن ورقه من ورقه البسطيله على هذا الشكل، ثم نضعها على هذا الشكل هذا، ندخلها جيدا والآن ندخلها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة. لتزيين البسطيلة عندي هنا ورقة من ورقة البسطيلة، وغادي نقطعها على هذا الشكل هذا. ما طابت البسطيله عندي هنايا باش غنزينها، يعني شرائح ديال ورقه البسطيله اللي قطعت من قبل، غادي نضعهم في الزبده على هذا الشكل هذا، ثم غنضعهم فوق البسطيله على هذا الشكل. والآن ندخلها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 5 دقائق، غير تحمروا ليا الشرائح ديال ورقة البسطيلة اللي ضعت من الفوق.